حلقة اليوم موضوع مهم. غنتكلموا على التشتت ملي الواحد فينا كيجلس باغي يخدم اولا باغي يدير شي حاجه مهمه اولا يدرس او اي عمل كيف ما كان باغي يحيدو عليه. شويه كتلقى راسك جاب التليفون وما حسيتيش بالوقت امتى داز، اولا لقيتي راسك كتفكر في شي حاجه وقعت البارح، اولا في شي مشكل ما وقعش اصلا داز ساعه بعض المرات كثر ولقيتي راسك ما درتي والو. واش هادشي كسل ولا ضعف شخصيه؟ منين جا هاد التشتت؟ هادشي اللي غنتكلموا عليه اليوم. اهلا ومرحبا بكم في موضوع جديد. مناش كيجينا التشتت حتى كنفقدوا التركيز، عقلنا ما كيبقاش حاضر في الان في دابا، كيولي اما في الماضي الندم على شي حاجه فاتت اولا اخطاء طحنا فيها والتفكير كيستهلك المجهود ديالنا، اولا كنلقاو راسنا كنفكروا في شي حاجه في المستقبل مازال ما وقعتش. ولينا كنشوفوا ناس كتفيق مع الصباح حاسه بالعيا ستريس العصاب وهي باقا ما بداتش النهار. التشتت ولا من اخطر الحروب اللي كتشن علينا اليوم، ولا مرض العصر بامتياز. كيفاش نقضيو عليه؟ كيفاش يولي عندنا التركيز؟ غنعطيكم حلول تفك المشكل، كتبدا بالفهم وكتسالي بالتطبيق. اول حاجه نفهموا منين كيجينا هاد التشتت. باش نقدروا نتغلبوا عليه كاينه جوج ديال الاسباب اللي خصنا نفهموا، اسباب خارجيه واسباب داخليه. نشوفوا كل وحده كيفاش كتخدم وكيفاش نتعاملوا معها. الاسباب الخارجيه غالبا تليفون، تلفازه او اي حاجه ولفنا نبداو بها، سواء مع الصباح او ملي غنبغيو نبداو شي حاجه كنسولوا راسنا اشنا هي الحاجه اللي كنهربوا ليها وكنلقاوها دات لينا بزاف ديال الوقت. واحد كيتكونيكتا كيطلعوا التنبيهات. انا مثلا نخلي التنبيهات ديال الواتساب، كنشوف الرسائل ديال الخدمه فقط. رسائل الاصدقاء والعائله كندخل ليها من ورا 6 د العشيه، حتى داري معودهم الا كانت شي حاجه مهمه مكالمه عاديه باش نسد الباب على اي حاجه غتشتت تركيزي. الا قابل التليفون ضاع النهار. لهذا مهم ننظم اموري باش نبقى انا اللي كنتحكم في تليفوني وعاداتي. كل واحد عنده عادات هي المفتاح اللي يقدر يدخلك الباب التشتت او الباب التركيز. اختار اش بغيتي. الاسباب الداخليه هي العادات اللي من كثره التكرار يعني دائما كنديروها كتولي كتحكم فينا. بحال مثلا انا العشيه من ورا 6 خصني نجلس في القهوه، ولا عندي منبه في دماغي وصلات لقيت القهوه. لقيت صعوبه نحيد هذه العاده لانها تحولت لادمان. الادمان هو الحاجه اللي كتحكم فينا، ما كنديروهاش بخاطرنا. قضيت على هذه العاده باني وليت كنحط كتاب نقرا منه في عوض نضيع الوقت. حاجه تافهه ما حاربتش العاده ولكن تحايلت عليها، وبالتالي حاجه غتزيد بيا لقدام وما غترجعنيش للور او تضيع ليا وقتي. التشتت راه كيمنعك تبني عمق، عمق في الفكره، عمق في العلاقه، وعمق في الحياه نفسها. التشتت ما كيهبطش علينا فجاه، راه نتيجه ديال تراكمات. السوشيال ميديا بحال الفيسبوك او تطبيقات الفيديوهات القصيره بحال اليوتيوب والتيك توك كتنافس وكتقاتل وكتستعمل جميع الوسائل باش تبقى فيها انت اطول مده ممكنه. كتدخل الدوبامين كينشط، العقل ديالنا ولا متعود على الدوبامين السريع وما بقاش قادر يصبر على مجهود طويل ولا قصير. هذا الشيء يقدر يسبب ضغط نفسي ملي كتكون هاز هموم باغي تتحرك وما قادش. كتلقى العقل ديالك كيهرب. التشتت كيكون آلية دفاع في هذه الحالة. الا ما عرفش علاش كدير هذا الشيء طبيعي غتشتت. راه التركيز كيحتاج هدف واضح، اذا بعض المرات التشتت ماشي صدفه بل هروب لا واعي من مسؤوليه التقدم. التشتت اذا ماشي عدوك، راه رساله، شي حاجه في حياتك خصك تصححها. كيخليك تبدا بزاف المرات وما كتكمل حتى حاجه، كينقص الثقه في النفس، كيخلق الاحساس بالفراغ واخا انت مشغول، وكيخليك تحس انك داير مجهود ولكن ما كاينش نتائج. كتولي تخلط ما بين الحركه والتقدم. كيفاش نقضيو على التشتت؟ واش نحبسوه ولا نسيطروا عليه؟ الوعي كيف ما كنقول دائما كيكون قبل من الحل. اول خطوه هي تعرف علاش كتشتت. منين كيبدا هذا التشتت؟ ما يمكنش تطلب تركيز عميق وسط فوضى سواء رقميه او لا في الواقع ديالك. نقص الاشعارات لي نوتيفيكاسيون، حيد اي حاجه ماشي مهمه. دير جلسات تركيز قصيره، ما تبداش بساعات، بدا غير ب20 دقيقه تركيز كامل. طفي التليفون ولا دير مود افيون. سول راسك شنو باغي ندير؟ نخدم عليه 45 دقيقه ونرتاح 15. التشتت كيدوب ملي كيظهر المعنى. التشتت ما كيتقتلش صحه، كيتروض بشويه بشويه بالوعي وبالانضباط. التشتت ماشي مشكل تركيز فقط، راه مشكل علاقه مع الذات ديالك والمحيط اللي انت فيه. ملي كترجع لعقلك كترجع لوقتك، وملي كترجع لوقتك كترجع لحياتك. السؤال الحقيقي ماشي كيفاش نحبس التشتت، السؤال هو شنو الحاجه اللي كيهرب منها عقلي وخاصني نواجهها.
من هنا كيبدا التركيز الحقيقي. نعطيك تقنيات عمليه ماشي نصائح سطحيه ومصنفه باش تقدر تستعملها مباشره وتحولها لاسلوب حياه ماشي غير حماس لحظي. اولها تقنيه افراغ العقل. التشتت كيكون غالبا بسبب افكار متراكمه ما مكتوباش. كل صباح ولا قبل تبدا الخدمه كتب في ورقه كاع اللي كيدور في بالك، مهام، مخاوف، افكار، حتى التفاهات. العقل كيهدى ملي كيعرف ان الافكار مؤمنه، يعني مكتوبه. بحال هاد الحيله مفعولها كيكون قوي. حاجه اخرى، العقل ما كيديرش بزاف ديال المهام، ما ديرش تبديل سريع ما بين المهام، وهذا كيخلق التشتت. اختار مهمه واحده ركز عليها، بداها وساليها، سد اي حاجه ما عندهاش علاقه بهذه المهمه. قول لراسك دابا غير هادي، نخدم غير ربع ساعه. حتى في لاصال مثلا ديال الرياضه ساعه كتجيني ثقيله، كنقول غنمشي نخدم ربع ساعه ندوش ونرجع في حالي. كنلقى راسي كملت الساعه. قول لراسك غنخدم 25 دقيقه تركيز كامل، نوقف 5 دقائق بلا ما نقرب للتليفون، تنفس شويه غتلقى راسك قاد تكمل. الفرق هنا هو ان الاستراحه ما كتكونش محفزه اكثر من العمل، والا العقل غيهرب ليها. تقنيه منين جات هذه الفكره؟ ملي طيح في التشتت ما تحاربوش، بقى طرح السؤال شنو هذه الفكره، منين جاتني، واش كتحتاج نتصرف دابا ولا من بعد. هذا السؤال كيرجعك للحظه الراهنه ديال دابا وكيقطع السلسله التلقائيه ديال الشروط. كاينه حاجه اخرى، كثره القرارات الصغيره كتستهلك التركيز. وجد حوايجك، الامور اللي غتحتاج بالليل ما تخليهمش حتى الصباح. مهامك المتكرره مسبقا، العقل خصو يركز على المهم ماشي على شنو نلبس ومنين نبدا. خاصنا نديرو شويه الصيام الرقمي، ماشي تحبس التكنولوجيا ولكن تحكم فيها. خصص اوقات بلا تليفون، مثلا اول ساعه بعد ما تفيق اولا بحالي تندخل نتكونيكتا حتى ل 11 نشوف واتساب صافي. العقل خاصو فترات صمت باش يرجع يتوازن. قبل اي مهمه سول علاش هذا الشيء مهم، شنو غيبدل في حياتي. التركيز كيتغذى بالمعنى ماشي بالاجبار. نفس 4 ثواني، احبس 2، خرج النفس وكرر 5 المرات. هذه التقنيه كتخفض التوتر، والتوتر حتى هو كيزيد التشتت. سول راسك بصدق، واش انا متشتت ولا كنهرب من احساس ولا من خوف ولا من قرار؟ بزاف ديال التشتت هو مقاومه داخليه ماشي ضعف تركيز. اختار انجاز واحد مهم في النهار وخليه شي حاجه مقدسه، الا درتيه اليوم راه ناجح. هذه التقنيه كتعلم العقل ان الاكمال اهم من التراكم. التشتت ما كيتحلش بتقنيه واحده، كيتحل بنظام وبعلاقه جديده مع الوقت والانتباه. ما تحاربش عقلك، علمه يرجع ليك. نتمنى تكون الحلقه فادتكم، نتلاقاو في الحلقه الجايه. Goodbye.